السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده جاية قلت تبقوا معايا وانا بجهز البيت لرمضان، لان دي من اكتر الحاجات اللي انا بحب اعملها. فده كان شكل البيت بعد ما مسحنا ونضفنا وغسلنا الستاير والسجاجيد. بس ايه، قلت بقى اوريكم بعد التغيير، لان انا اصلا في طبيعتي ما كنتش بحب نظافة البيت، ولا بحب ان انا اعمل شغل البيت. يعني ما عنديش يعني باعمل الحاجات دي وأنا متضررة نفسيًا. يعني أنا أغسل مواعين وأنا متضررة، أنضف وأنا متضررة، بالذات بعد ما اتجوزت كمان. بس أكتر وقت باعمل فيه كل حاجة وأنا مبسوطة هو دلوقتي، وقت رمضان، وقت وأنا باجهز البيت لرمضان. عايزة أقول لكم إن الولاد بتبقى مبسوطة وفرحانة ومستنيين رمضان ده من السنة للسنة، بسبب البهجة اللي بتبقى في البيت. أنا نفسي وأنا يعني كبيرة برضه بابقى مستنية إن أنا أجهّز البيت لرمضان. باحس بفرحة مش طبيعية، وباحس بُصّوا بسعادة مش طبيعية، والولاد بيبقوا مبسوطين. رمضان كريم علينا يا رب وعليكم، وربنا يتقبّل الصيام يا رب والصلاة، وتبقى أيام جميلة بإذن الله كلّها خير وبركة. أنا مش عايزة أقول لكم السعادة اللي بتبقى في وش الولاد لمّا بيصحوا من النوم ويلاقوا إن أنا باعمل كل ده وهُم نايمين. هُم بيصحوا بيلاقوا البيت بقى خلاص اتجهّز لرمضان، بيقولوا خلاص رمضان جه، يالّا بقى نصوم. في طقوس كده في البيت بتبدأ أول ما رمضان يبدأ. بس أنا باحاول أفرش البيت بدري عشان الأيام تطوّل معانا أكتر، لإن أنا بابقى زعلانة جدًا وأنا باشيل زينة رمضان قبل العيد، مع إنه بيبقى عيد وبنحط بلالين وبنعمل برضه حاجات، بس لأ. فرحة رمضان مختلفة جدًا، والولاد المرّة دي بقوا عمّالين يقولوا لي: "يا مامي الله يخلّيكِ سيبيها لنا طول السنة، ما تشيليهاش في العيد." مش عايزين نشيلها في العيد، عايزين رمضان يفضل في البيت طول السنة. دول الأنسة بوجي وطمطم، دول بتوع الولاد. أول ما بييجي رمضان يحطّهم لي كده على الكنب أساسي. ده الفانوس اللي أنا جِبته من Hyper One اللي أنا ورّيته لكم في الفيديو اللي فات، شكله حلو جدًا وعامل يعني روح كده في الصالة جميلة جدًا. أنا فرشت الحاجات اللي أنا كنت مورّيها لكم كلّها في الفيديو اللي فات، بتاعة رمضان كريم دي عشان السلك بتاعها قصيّر زي ما قُلت لكم، فكان أنسب مكان ليها عند الباب كده عشان الفيشة قريّبة جدًا منها. لكن ما عرفتش أحطها في أي حتّة تانية تكون بعيدة عنها الفيشة، لإن السلك بتاعها قصيّر جدًا. هي شكلها حلو أوي، بس عيبها الوحيد في فيشتها القصيّرة. وده البوفيه والنيش فرشاهم نفس المفارش اللي قُلت لكم برضه عليها. وده المفرش اللي هو بتاع الترابيزة. مش عارفة إيه رأيكم فيه بتاع السُفرة ده؟ أنا مترددة مش عارفة، يعني حاسة إن هو مش إن أنا عايزة أغيّره، بس مش عارفة لسه. ودي بقى الفكرة اللي أنا قُلت لكم أنا هاعملها السنة دي. أنا كل سنة باحط شمع في الفوانيس. يعني عندي الشمع بتاع الفوانيس دي وباحطها. السنة دي قُلت أفكّر يعني أغيّر شوية، فعملت الفكرة دي. بس بصراحة طلعت تحفة. يعني شكل الفوانيس وهي منوّرة، النور ده عندي من السنة اللي فاتت، فجِبت له حجارة وشغّلته. بجد خلّى شكل الفوانيس يجنن، بالذات بقى بالليل لمّا بابقى مضلّمة الدنيا ومشغّلة الفوانيس دي مع الإضاءة، بيبقى شكله مبهج جدًا وحلو أوي. يعني الحد لو عنده فوانيس من الفوانيس دي وبيحط فيها شمع، جرّبوا الفكرة دي صدقوني هيبقى شكلها حلو أوي. أنا كان بالنهار التصوير، فحاولت أشد الستاير وأضلّم لكم الدنيا عشان أوريكم الأجواء بقى بعد ما الولاد يناموا بالليل بتبقى عاملة إزاي. أنا في الوقت ده الme time بقى بتاعي اللي أنا بابقى مبسوطة فيه. يعني أنا بانيّم الولاد وأعطّر الصالة وأشغّل بقى. أنا هتلاقوا هنا على اليمين في الشمعة دي فوّاحة باحط فيها ياسمين أو أشغّل بخور ريحة رمضان، وأقعد إذا كنت بقى هاقرا قرآن، هاصلّي، هاعمل أي حاجة في الجو ده. ده يعني ده الجو اللي أنا باحبه جدًا، جدًا في رمضان. ودي الطقوس بتاعتي بالليل بعد ما الولاد يناموا. وإحنا بعد ما نخلّص فطار ونخلّص حاجة ونعمل كل الحاجات اللي عندنا وأنيّمهم، باطلع بقى في الصالة، أقعد على الكنبة الكبيرة دي، أقرا قرآن، أصلّي التراويح. أقعد بقى كده عارفة يعني، عارفين اللي هو الهدوء النفسي مع اللي هي ال 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 عارفين اللي هي الروحانيات بتاعة رمضان. باحب أوي بقى الجو ده، باحبه جدًا وباستناه من السنة للسنة جدًا، جدًا.
والبوفيه مع الفوانيس السنة دي أنا عاجبني شكله جدًا، مش عارفة أنتم إيه رأيكم، قولوا لي إيه رأيكم؟ أنا السنة اللي فاتت كنت باحط بس مجرد تُحَف كده، بس السنة دي قُلت أغيّر أحط الفوانيس دي مع الإضاءة. كل اللي يشوفها بصراحة بيقول لي حلوة جدًا، بس أنتم برضه قولوا لي رأيكم، يا ترى كده أحلى والّا الشمع كان أحلى؟ أنا مش عارفة، مستنية رأيكم في الكومنتات. ودي الجوايز بتاعة ابني اللي واخدها في السباحة وفي التنس لحد دلوقتي، صمم إن أنا أصورها لكم، فقُلت ما أكسرش بخاطره وأوريها لكم. وبقى الأوض يا دوبك بدأت حطيت اليُفط وحاجات خفيفة كده، ولسه بقى هابدأ أعملها لهم عشان هُم كمان ما يزعلوش، لازم الأوض يتحط فيها إضاءات برضه ويتحط فيها حاجات كده عشان البيت كله يبقى فيه ريحة رمضان. فده كان فيديو النهارده كده سريع وخفيف، قولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات، أشوفكم في فيديو جديد، كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، باي باي.